تخيلوا معايا بنت صغيرة كل يوم بترجع البيت مش مستنية لا هدية ولا فلوس ولا موبايل جديد. كل اللي مستنياه ان حد يسألها عاملة ايه، ان حد يحضنها، ان حد يحسسها انها محبوبة مهمة، محتاجة تحس بالاحتواء. لكن للأسف في بيوت كتير البنت بتكبر وهي محرومة من أبسط أنواع الحب والاحتواء، وبعد كده الناس تستغرب ليه اتعلقت بشخص بسرعة، ليه صدقت كلام حد من أول يوم، ليه دخلت علاقة أذتها، ليه بتجري ورا الاهتمام. والحقيقة ان كتير من الحكايات دي بتبدأ من جوه البيت، من أول مكان كان المفروض يكون مصدر الحب والأمان. عشان كده النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، علاقة البنت بأهلها، وليه لازم الأب والأم يكونوا أقرب الناس لبنتهم، وليه الحب والاهتمام مش رفاهية وشيء أساسي وضروري، وإزاي البنت اللي شبعانة حب غير البنت اللي محرومة منه تماما. لو أول مرة بتشوفني، معاكم إيمي داوود، لايف كوتش معتمدة، وبشارك معاكم محتوى عن العلاقات وفهم المشاعر بعد الانفصال وتطوير الوعي العاطفي. لو بتحب النوع ده من المحتوى اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا ندخل في موضوع النهاردة. أول حاجة لازم نفهمها إن البنت طبيعتها كائن عاطفي، محتاجة تسمع كلام حلو، محتاجة تشعر إنها محبوبة، محتاجة الاحتواء، ودي مش نقطة ضعف، دي طبيعتها الإنسانية. لما الاحتياج ده بيتشبع جوه البيت الدنيا كلها بتختلف تماما. لكن لما يفضل الاحتياج ده ناقص البنت بتقضي سنين تدور عليه من غير ما تكون واخدة بالها. في أب وأم فاكرين إنهم بيعملوا كل اللي عليهم، بيأكلوا ويشربوا ويصرفوا ويعلموا، لكن عمرهم ما قالوا لبنتهم بحبك، أنا فخور بيكي، انتي مهمة عندي، أنا جنبك. والبنت مع الوقت تبدأ تحس إنها مجرد فرد موجود في البيت وخلاص، مش محبوبة، مش مسموعة، مش مفهومة. خليني أقول لكم حاجة مهمة جدا، البنت اللي مش بتلاقي اهتمام من أهلها مش بيختفي احتياجها للاهتمام، هي بس بتدور عليه في مكان تاني، وده أخطر شيء، لأن أول شخص يسمعها هيحسسها إنها مختلفة، هيبقى ليه تأثير ضخم عليها. وأول شخص يقول لها أنت جميلة، أنا مهتم بيكي، ممكن يدخل قلبها بسهولة جدا، مش لأنها بنت سهلة ولا لأنها بنت قليلة التربية، لكن لأنها كانت محتاجة تسمع الكلام ده من زمان. تعالوا نقارن بين بنتين. البنت الأولى كل يوم أمها بتتكلم معاها، بتسألها عن يومها، عن مشاكلها، أبوها بيحتويها، بيشجعها، بيحسسها إنها غالية. البنت دي لما حد بيدخل حياتها مش هتنبهر بأي كلمة هو بيقولها، لأنها أصلا متعودة على الحب، متعودة على الاحترام، متعودة إنها تتعامل كويس. فلو حد قلل منها هتمشي، لو حد أهانها هتمشي، لو حد كذب عليها هتمشي، لأنها عارفة قيمتها كويس. أما البنت التانية كل يوم نقد، كل يوم مقارنة، كل يوم صراخ، كل يوم تجاهل، كل يوم إحساس إنها مش كفاية. البنت دي ممكن كلمة حلوة واحدة تهزها، ممكن اهتمام بسيط يخليها تتعلق، ممكن تستحمل أذى كتير جدا بس عشان خايفة تخسر الشخص الوحيد اللي اداها شوية اهتمام. ومن هنا بيبدأ الخطر الحقيقي، ان البنت تبدأ تربط قيمتها برأي الناس. لو حد حبها تبقى كويسة، ولو حد رفضها تحس انها وحشة، ولو حد سابها بتنهار، لان اساس الثقة بالنفس ما تبناش صح من الاول. في حاجة تانية مهمة جدا لازم الاهل يفهموها،
التدليل مش معناه إفساد، في فرق كبير بين بنت مدللة ومفسدة وبين بنت متربية على الحب والحنان والاحتواء. الحب مش انك تجيب كل طلباتها، الحب انك تسمعها، تحترمها، تحضنها، تفهمها، تقف جنبها، تخليها تحس انها في امان. البنت محتاجة ام تكون صاحبتها، مش مجرد شخص بيعاقبها، ومحتاجة اب يكون مصدر امان، لان الاب بيكون اول راجل في حياة بنته، والطريقة اللي بيعملها بيها غالبا بتشكل توقعاتها من الرجال بعد كده. لما الاب بيحترم بنته هي بتعرف ان الاحترام حق، لما بيقدرها بتعرف ان التقدير حق، لما بيحتويها بتعرف ان الاحتواء حق. لكن لما تكبر محرومة من ده كله ممكن تقبل الفتات. ومن اخطر الاخطاء اللي بيعملها بعض الاهالي انهم بيفتكروا ان القسوة هتربي، وان التخويف هيحافظ على البنت، وان الصراخ هيخليها احسن. لكن الحقيقة ان البنت اللي بتخاف منك مش هتحكي لك، والبنت اللي مش بتحكي لك هتحكي لحد تاني، وساعتها ممكن تتأثر بأي نصيحة غلط او تقع في مشاكل وانت اخر واحد يعرف. اسأل نفسك، هل بنتك تقدر تحكي لك اسرارها؟ هل تقدر تقولك انها غلطت؟ هل تقدر تعترف بحاجة مضايقاها؟ لو الاجابة لا، يبقى في مسافة محتاجة تتصلح بينك وبين بنتك. واهم رسالة لكل اب وام، محدش في الدنيا هيكسب من حب بنتك اكتر منك، فما تخليش حد غريب يسبقك ليها. خلي بيتك هو المكان اللي بنتك تشبع فيه حب وامان واحتواء واهتمام. خليها تسمع منك الكلمة الحلوة قبل ما تسمعها من اي حد. خليها تحس بقيمتها قبل ما تدور على قيمتها عند الناس، لان البنت اللي اتربت على الحب الحقيقي لما تكبر هتعرف تميز بين الحب الصادق والكلام الفاضي. اما البنت اللي قلبها فضل جعان سنين ممكن اي شخص يعرف يدخل لها من باب الاحتياج. وفي النهاية لو عندك بنت ما تستناش مناسبة عشان تقول لها انك بتحبها. قول لها النهاردة، اسمعها النهاردة، قرب منها النهاردة، لان الحب اللي بتديه لبنتك دلوقتي ممكن يحميها من وجع كبير جدا في المستقبل. قبل ما تسأل بنتك ليه اتعلقت بالشخص ده، اسأل نفسك، هل انت اديت لها الحب والاهتمام والاحتواء اللي كانت محتاجاه؟ لان احيانا اكبر هدية ممكن تقدمها لبنتك مش الفلوس ولا الهدايا ولا المدارس، اكبر هدية هي انهم يكبروا وهم متأكدين انهم محبوبين ومسموعين ومقبولين وآمنين داخل بيتهم. سؤالي ليك كمشاهد، هل تعتقد ان الحب والاهتمام داخل الأسرة بيأثر فعلا على اختيارات البنت العاطفية بعد كده؟ شاركوني رأيكم ومستنية رأيكم في التعليقات.